طب لو رجع ليا بعد ما خطب وعاوزني في حياته بس، ومع العلم خطب وانا معاه، 100 علامة استفهام. خطب وهو معاكي يبقى ما بيحبكيش، يبقى كان بيضحك عليكي، ده رقم واحد. رقم اتنين، عاوزك في حياته بس وانت هتقبلي الكلام ده؟ هتضيع وقتك وعمرك عشان شخص لمجرد انه يقولك نبقى كده في حياة بعض وخلاص. هتضيع وقتك وعمرك وانت الخسرانة مش هو، لانه هو خاطب بالفعل. تعالي بقى ليه، هو انسان بعد احترامي ليه ربما ان ضميره نايم حبتين، لانه خاطب انسانه اكيد بيقول لها كلام حلو جدا زي ما بيقولك، ويجي الناحيه التانيه ليكي يقول لك كلام جميل جدا، بيضحك عليكي وعليها، لا صادق معاها ولا صادق معاكي. الشاب ده تقلقي منه. مش هقولك بقى مسميات متعدد علاقات والكلام ده، ولكن هقولك تقلقي منه. هيضيع وقتك وعمرك ومش هيكون ملتزم حتى مع الإنسانة اللي خبط على بابها وخطبها. ده إنسان غير جدير بالثقة، ربما يكون عديمي المسؤولية. خدي بالك، خدي بالك، خدي بالك، وبعدي عنه. وما تكونيش انت طرف في انك توقع في ظلم هيقع على البنت دي، فما تكونيش انت طرف في الظلم ده. وبالتوفيق.